العروسة تتفاجأ بشيء غريب جدا داخل غرفة نومها ليلة دخلتها. يا ريت قبل ما نبدأ أحداث القصة كلنا نصلي على النبي. نورت يا عروسة، الشقة كلها نورت والله. ده نورك يا مصطفى. مبروك يا عروسة، مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا روحي. يا رب كده افرح ببنتك وتبقى عروسة قد الدنيا. أمورني يا حبيب قلبي، عاوز ايه بس؟ في عينيا. مش هوصيك يا مصطفى. لا عيب عليك يا حبيبي. سلم يلا على عم. مع السلامة يا قلبي. مع السلامة. أي حاجة كده؟ لا. نورت بيتك يا أجمل عروسة، النهاردة أسعد يوم في حياتي. وانا كمان يا مصطفى فرحانه وسعيده قوي. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي وما نحرمش منك أبدا. ويخليك لي يا حبيبي. بقول لك إيه، أنا عارف إن ممكن الطلب ده يكون رخم، خصوصا إن النهاردة ليلة دخلتنا، بس أنا ريقي نشف قوي من الكلام النهاردة ومن السلام على الناس، فهستأذنك بس تصب لنا كوبايتين عصير. بس كده من عينيا حاضر. تسلم عيونك يا حبيبتي. كان يوم متعب أوي النهاردة. أريح شوية بقى لحد ما تعمل العصير. مصطفى انا جبت لك العصير اهو. ايه ده؟ مصطفى انت نمت؟ لا بقى يا مصطفى. يا مصطفى لا بقى، دي مش ليلة تنام فيها خالص. ايه يا رب الحظ ده؟ لا ده انا اكيد حد باصص لي في الليلة دي. لا 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 مش ممكن. بعد ده كله تيجي البيت وتنام؟ يا مصطفى اصحى بقى يا مصطفى. كده كتير قوي. مصطفى 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 لا انا هقوم اغير هدومي، خليك انت نايم وانام انا كمان. الشقة دي ملبوسة ولا ايه؟ بقول لك ايه، البيت ده مسكون. في ايه؟ في بقى صوت غريب يا مصطفى، صوت غريب. صوت غريب ايه؟ بتهبد في الحمام يا مصطفى. طب اهدي بس، اهدي بس. اهدي طيب، انا هقوم اشوف في ايه؟ الأوضة يا مصطفى، اشوف في ايه؟ الأوضة يا مصطفى. أنا صحيت في ايه؟ في أصوات غريبة وقعدت الكمان يا مصطفى والله العظيم. مفيش حد غيرنا هنا. النجفة يا مصطفى والله العظيم اتحركت. ما النجفة ثابتة هنا. لا والله العظيم كانت بتهز، ونجفة الدورة كانت رايحة جاية يا مصطفى. لا انا مش فاهم اي حاجة. الأوضة دي يا مصطفى مالها الأوضة؟ فيها صوت غريب والله العظيم. في الأوضة دي؟ أيوه مش عارفة أفتح الباب يا مصطفى والله، وأنا عارفة. طب اديني فرصة احل الموقف، انا مش فاهم اي حاجة. الأوضة وريني طيب. تعالى. انا مش فاهم اي حاجة منك والله، وترضيني. هي الأوضة دي. هي الأوضة دي؟ افتحي وريني طيب الأوضة. لا أنا ماليش دعوة، افتح أنت. ما انا واقف معاكي اهوت، ما تخافيش افتحي. لا مش هفتح، افتح أنت. يا بنتي افتحي، ما انا واقف معاكي اهوت، ما تخافيش، اطمني انا جنبك، يلا افتحي. أنا خايفة يا مصطفى. ما تخافيش قلتلك، افتحي.
في ايه؟ ايه يا بنتي في ايه؟ مخضوضة من ايه؟ هو ايه الغريب في الأوضة يعني؟ مين دي يا مصطفى؟ هي بتعمل كده ليه؟ دي تيتا يا أميرة، ما تهدي في ايه؟ لا 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 دي والله العظيم دي طيبة خالص وهتحبيها. لا والنبي مصطفى مشيها. طب بص كده على وشها، شفت وشها بشوش ازاي؟ وشها ايه؟ هي بتزوم يا ساتر يا رب. هي بتعمل كده ليه؟ طب الظاهر بس انها ما اخدتش العلاج، هدخل بس اديها العلاج عشان بنعالجها. علاج ايه؟ علاج ايه؟ بقول لك ايه؟ مشيني يا مصطفى. انت مالك خايفة كده ليه؟ لا 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 بص انا هسلم عليها، هشاور لها من بعيد. لا تعالي سلمي عليه. لا لا يا مصطفى. وانا بس طب استنى هديها العلاج بس عشان الحالة جات لها. لا يا مصطفى. هتبقى كويسة. جرى يا اختي، هو انت شفت عفريتة؟ اهدي بس يا تيتا، ايه ده انت هتعمل ايه؟ ما اخدتش العلاج بتاعها. مصطفى خرجها من هنا يا مصطفى. لا 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 هي بتبص لي كده ليه؟ انا استحاله اقعد معاها في بيت واحد. يا بنت اهدي بقى، والله طيبة خالص لا وهتحبيها. لا هي هتنام. طب دلوقتي هتنام. مصطفى انت جيت يا حبيبي؟ انا اتجوزت يا تيتا. مبروك، فين العروسة؟ يلا. حداش تيجي تسلم عليا. تعالي يا أميرة سلمي على لا تيتا. لا 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 حسين بقى هشاور لها من بعيد. لا 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 مش لا 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 دي بتضحك ضحكه غريبه وبتبرقني يا مصطفى. دي بتبرقني، دي بتعمل إيه ده؟ بايباي. ما تخوفيش عروس، انت هتخوفيها كده وتخضها منك ليلة الدخلة. لا بقول لها مبروك. طب انا هجيبها تسلم عليكي. تعالي سلمي عليها. لا 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 تعالي بس سلمي عليها. والله ده قالت عليكي حلوة، معنى انها قالت كده يبقى انت دخلت قلبها. سبحان الله، صعب والله ان حد يدخل قلب تيتا. لو سمحت انا مش هقبل بالوضع ده. يعني ايه يا أميرة؟ يعني اتصل ببابا وماما دلوقتي يجي ياخدوني. ما ينفعش اقعد معاك بيت واحد يا مصطفى، استحاله. يعني انت مش موافقة انك تعيشي مع تيتا؟ انت عايزاني ارميها في الشارع يعني؟ دي ملهاش غيري. يا انا يا هي، استحاله اقعد معاك بيت واحد. دي بالزوم يا مصطفى. اتصل من فضلك ببابا وماما، يا انا يا هي في البيت. لا هي يا أميرة، هتعيشي معاها ولا لا؟ لا مش هعيش معاها، واتصل ببابا وماما يجي ياخدوني بسرعه. ماشي، هتصل بيهم يجوا ياخدوك، اوعي عديني. الو، ايوه يا عم تامر. ايه يا حبيبي في ايه؟ تعالى عشان تاخد بنتك دلوقتي. اجي اخد بنتي؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، تيتا عايشه معايا في البيت هنا وهي بتقول لي ان انا مش عايزه تيتا تعيش معانا في البيت. هو ينفع الكلام ده؟ لا يا ابني ما ينفعش، النهارده ليله دخلتك. ايوه يا سيدي، ما انا عارف ان النهارده ليله الدخله، بس اعمل ايه طيب؟ هي طلبت مني كده. حاول معايا تاني بالراحه يا مصطفى، اهدى كده عليها، هتستجيب معاك في الكلام. واحده عليها. يعني انت شايف كده؟ طيب ماشي، هحاول معاها محاوله تانيه. ماشي يا عم تامر، ماشي. كان ناقص كمان تقعدي لي في ليله دخلتي على سريري. لو ليا حتة تانية كنت مشيت، ماليش غير مصطفى. والله يا بنتي ده طيبة وغلبانة، بس أروح فين؟ مريضة ومسنة، مش هتسمعيني صوت. أنا ست كبيرة. تعالى أقول لك حاجة حلوة، تعالى اقعدي معايا وأحكي لك حدوتة قبل ما تنامي. تعالي أقول لك إيه، لولا مصطفى طيب وغلبان وأنا ست هيرميني كمان. ده أنا اللي مربياه يا بنت، وأقول لك كلمتين هربي لك العيال. حقك عليا. ده أنا مش زعلانة. والنبي ما تزعلي مني. لا مش زعلانة منك. احسن تدعي عليا دعوه تجيبني الارض. لا والنبي ده أنا عدى عليك تجيبي 6 عيال. حبيبتي يا تيتا، ده انت هتنوريني. ربنا يهديلك حالك ويريح بالك ويكتر من أمثالك. بقول لك إيه، أنا عايزة أنام. نام يا تيتا، تصبحي على خير. لا
ايه التغير اللي حصل ده؟ خلاص يا مصطفى، انا موافقه ان تيتا تعيش معانا. بجد والله موافقة انك تعيشي وتيتا موجودة معانا؟ اه طبعا يا حبيبي موافقه، واتصل بقى بابا ما تخلوش يجي. ايه يا تيتا خضتيني يا تيتا. ربنا يخليك ليا يا حبيبي.